الامر ده مستمر ولا لا. يعني لما تيجي واحده وتقول انا زوجي، ودي مشكله بالفعل، انا زوجي مش راضي عن شكلي جسديا، هو دايما بيقول لي انت ضعيفه، انت قليله، انت امم. الانوثه فيكي كذا، فهو بيضغط عليها في الحته دي. فده من امم. يوم ما اتجوزها 17 سنه وهي حمل 2 بيسمعها بيبي، نفس الكلام. وهو محافظ على نفس النقطة دي. حصل ايه؟ فقدت ثقتها بنفسها، كرهت جسمها، بقت الأول كانت بتعمل مشكلة وتزعل، ما عادش الكلام بيفرق معاها، ولكن بيكسر فيها من اه. جوه. هو قلب امم. الموضوع انه كان بيقوله الأول أصبح تهريج. يعني هو لما اتكلمت هو قال لك ده واعتاد. انا بهزر، ده انا امم. بهزر والله، ده انا ما اعرفش ايه، اقعد اقول لها انت شبه الخله وانت انا بهزر، امم. انا ده حبيبتي، انا ليا الا هي. فلما يفضل معانا اه. الاذى مستمر طبعا 17 طبعا. سنه، دي بقى هقول لها انسي ايه؟ يعني انا هقول لها بالظبط. انسي ايه؟ ما ده ينفعش اقول لها يعني انسي. صراحة هي هيكون معاها الحق والحقين كمان، لأن دي أي صحيح. نفس بشرية يا أستاذة أشجان مش هتتحمل كده. ده في بعض البنات لما تقول لها بس الطرحة مش معدولة تهد اه. الدنيا، فما بالك اي. واحد عمال سنين يقول لزوجته ويكرهها في شكلها وفي جسمها اللي هي ملهاش اي. يد فيه أساسا، خلقة أي. ربنا. وبعدين بتبقى يعني هو في البدايه هو دايما بيبقى عنده احساس ان انا زوجتي فيها نوع من انواع النقص، زوجتي فيها جزئيه انا مش راضي عنها، هي مش ماليه عيني من الناحيه دي، انا بالنسبه لي في نوع من انواع النقص، انا بالنسبه لي محتاج، وانا فبالتالي انت برضو منكد على نفسك وحاسس ان لا، الحياه منكد عليها هو بصراحة. لا، هو مش منكد على نفسه، هو منكد منكد عليها على وعلى حياتها كلها. لا، يعني هو منكد على نفسه ان انا كراجل مش متهني، ان انا مش مستمتع باللي معايا، ان انا مش باصي بحاله من الرضا، ان انا باصص لامر شكلي. هو لو كان عامل لك ازمه في البدايه خد فيه اجراء، يعني انا مش قادر، هي مش عارفاني، سلام عليك، خلاص انا اعفيها واعفي نفسي وخلاص، امم. امم. ونوقف الاستنزاف. انما الفكره ان هو مش الاساس، عارفه ان ده هو عشان منكد على نفسه بيطلع النكد عليه. يعني انا امم. لو راضي هنقل اللي قدامي الرضا، الرضا ان انا راضي وبقول له يا رب انا راضي، وبنقل حاله الرضا. انما انا لما ببقى مش راضي فانا بنقل لك حاله عدم الرضا، فهو مش راضي عنها كزوجه، وبالتالي مش راضي من جواه وبينقل لها ده، فمش مثلا بالظبط. بيكتفي، بالظبط. او انه امم. حاسس ان هو بيعمل نوع من انواع المن، ان انا خلاص ويلا نصيبنا نستمتع في الاخر، يعني هو زوج قال لي اللي هي خلاص يبقى تحمد ربنا بقى ان انا ايه اعيش معاها، يعني ان هي كده بالظبط. كده نكتر خيري.